حاجه غلط. سوء الحظ العجيب اللي بيقابل لعيبه الاهلي في تسجيل الاجوال ده يعني عجيب عجيب. هقول ايه اكتر؟ كور في العارضه غريبه اخر 3 ماتشات. النهارده كورتين، وفي ماتش سان داونز بتاع 3 كور وحاجات عجيبه بتحصل. تعادل الاهلي امام الجونه النهارده 1-1. احرز الهدف للنادي الاهلي انتوني موديست مش لعيب وحش، موديست لعيب الكره تحت رجله كويسه. هو بس مشكلته انه بعد الدقيقه 40 بيحتاج يبقى معلق انبوبه اكسجين وهو بيجري في الملعب يعني هو الصراحه مش بعد الدقيقه 40، هو بيبقى نازل الملعب كده مش فاهم في ايه. الحاجه الغريبه كمان اللي بنشوفها دلوقتي من لعيبه النادي الاهلي هي موضوع عمق نص الملعب. بقى بالسهل قوي ان اي حد يضرب عمق نص الملعب بتاع النادي الاهلي بطريقه عجيبه. مركز 6 ده دايما تحس انه فاضي. لعبوا مروان عطيه، لعبوا كوكا، لعبوا ندفد، الحته دي حس انها دايما فاضيه. دايما الخصم يا اما لعيب بيجي من ورا عنده لقدام يزيد في الحته ديت ويستغلها في انه يشوط او يرمي ثرو حلو او يخترق او يعمل هجمه خطيره، او الاجنحه بتلاقيها بتضم برده وتخش في المنطقه ديت وتزيد وتشوط وتعمل خطوره. دايما الحته دي عامله عندنا خطوره. انا شايف ان الحل ان ديانج يثبت في مركز 6. ديانج بيلعب مركز 6 يا جماعه عالمي. نقطتين ضاعوا النهارده بغرابه في صراع الدوري، انما لسه الاهلي لحد دلوقتي ما اتغلبش ولا ماتش، ولسه صراع الدوري طويل قوي قوي قوي. كل التوفيق للاهلي في الماتشات اللي جايه، وعايزين نجهز ونسخن كده عشان داخلين على كاس عالم للانديه.